السلام عليكم، يعطيكم العافية حبايبي. أعمل لكم اليوم طبق مرة لذيذ بالبطاطا العادية مع البطاطا الحلوة، تنفع للنباتيين وغير النباتيين على طريقتي. نبدأ معاكم بسم الله. طبعا هذه المكونات قدامكم، بنزلها بصندوق الوصف أسفل الفيديو. نسخن زيت الزيتون ونقلب البطاطا العادية المقطعة مكعبات على الزيت حتى تتحمر، وبعد كذا نضيف البطاطا الحلوة كمان هي نقلبها حتى تتحمر ونصفيها من الزيت. بعد كذا ناخذ من الزيت المقلي منه البطاطا بالصاج ونضيف عليها زي ما انتم شايفين حبايبي. نحط عليها البصل المفروم مع الثوم والفلفل الرومي والفلفل الحار، ونضيف كمان كزبرة مفرومة ونضيف جزء منها على البصل ونقلبه جيدا. طبعا نجهز زي ما انتم شايفين حليب اللوز للنباتيين، وكمان نجهز الجبن السايل او الجبن الكيري والقشطة او جبن شيدر لغير النباتيين. طبعا لكم حرية الاختيار بوضع ما تفضلونه حبايبي. شايفين هنا نضيف ملعقتين معجون طماطم ونقلبها زي ما انتم شايفين جيد كذا لحد ما تذوب المعجون. نحط بهارات مشكلة. طبعا انا احط بهارات حلوم واحط ملح واحط دبس الرمان زي ما انتم شايفين، ملعقة صغيرة ملح ودبس الرمان. بعد كذا احط الحليب، حليب زي ما انتم شايفينه حليب اللوز النباتيين. بعد كذا اضيف كأس ماء ساخن واقلبه شوية. بعد كذا احط البطاطا العادية والبطاطا الحلوة تطبخ تقريبا 5 دقائق تكون جاهزة كذا. نبدأ ناخذ منها جزء زي ما انتم شايفين حبايبي ونخليه على جنب، ونضيف على الباقي منه اي نوع من الاجبان. انا طبعا زي ما انتم شايفين حطيت قشطة، انا حطيت قشطة، ممكن تحطوا جبنة او تحطوا اي شيء من انواع الاجبان. طبعا كذا اقلبها شوية كذا معاها تقريبا دقيقتين حتكون جاهزة. شايفين حبايبي الله على الريحة اللي تشمونها، يمي يمي يمي. بعد كذا هذه هي حق النباتيين اللي معاه حليب اللوز، حليب اللوز طبعا هذا، وهذا زي ما انتم شايفينه اي نوع اختياري من الاجبان حطيناها. خلاص هو دحين جاهز التقديم، نجهزه. هذا هنا في طبق نحطه مع رز او مع خبز اللي تفضلون، ولكم اختيار في اللي تحبونه حبايبي. طبعا مكونات في صندوق الوصف زي ما قلت لكم.